وادي حاجته اهي، خديها يا ام الغالي. عايزه اغسل ايدي وانضف من ابنك بقى، وقولي له يبعت لي ورقه الطلاق يرفع عليه قضيه. الواطي ابو دي النجس. ايه بقى رأيك في اللي انا قلته لك؟ انتي صعبانة عليا قوي يا ماما. بجد؟ مش بس علشان اللي حصل، علشان كمان موقف بابا ولميس. ازاي يسيبك لوحدك في موقف زي ده؟ يعني انت مش زعلان مني؟ لا طبعا مش زعلان منك. انتي مظلومة يا ماما وتصرفتي صح. كان لازم طبعا تبلغي البوليس. حبيب قلبي، انت ما تتصورش قد ايه ريحتني. انا فخورة بيك جدا يا احمد. ما كنتش قادرة احكي لك عشان اللي حصل للميس، بس عشان كده قررت انا اللي لازم اقول لك كل حاجة. وانت الراجل الوحيد اللي فاهمني. ما هي مشكلة الكبار دايما ان هم فاهمين ان احنا الصغيرين مش فاهمين اي حاجة، لكن احنا فاهمين كل حاجة، زي ما عمل كده بابا والست لميس. معلش، يمكن كانوا خايفين عليك، وبعدين مش هم لوحدهم اللي فكروا غلط، في ناس كتيرة فكرت زيهم. بس على فكرة بقى انا ما صدقتش اي حاجة هم قالوها لي. كنت حاسس ان انتي واقعة في مشكلة، كنت هموت علشان اعرفها. بعد الشر عليك يا حبيبي. انت ما تتصورش انا ارتحت قد ايه دلوقتي. احمد، انت مسحت كل الدموع اللي انا بكيتها في حياتي. انت خلتني احس ان عمري ما راح شاطر. مع اني مش عايزاك تروح ولا عايزه اسيبك، بس احنا اتاخرنا. حبيبي يلا يلا. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. ربنا يخليهم لي، ربنا يخليكم يا اولاد. الدكتور موجود؟ ايوه بس عنده كشف. طب من فضلك بين الكشف والكشف دقيقة واحدة، عاوزه في موضوع مهم قوي. اقول له مين حضرتك؟ قولي له الأستاذ سعيد، جوز أخت الدكتور عبد. اهلا وسهلا يا فندم، لما يخلص الكشف هنادي حضرتك. طب متشكر قوي. ازيك يا حلوة؟ الحمد لله. ايه انت في سنة ايه السنة دي؟ تانية ابتدائي. ياه، تانية ابتدائي، ده السنة الجاية شهادة مهمة قوي. وبتاخدي دروس ولا لأ؟ مين اللي بيديكي؟ مدرس الكشكول. مدرس الكشكول، أرزاق. طب وماله يا حبيبتي، شد حيلك معاه. الكارت بتاعه اهو، لو أثر معاه في حاجة أنا تحت أمركم، وكله لوجه الله، دول ولادنا ربنا يخليهم لنا. ما شاء الله ما شاء الله. وأنت يا حلوة في سنة إيه؟ اتفضل يا استاذ سعيد. حبكت. حاضر، متشكر قوي متشكر قوي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. معلش مش هعطلك، هم 5 دقايق هديك فيهم مجموعة، قصدي هقول لك فيهم كلمتين وامشي على طول، عندي مجموعة عاوز الحقها. اتفضل يا سعيد. يا اهلا يا اهلا يا سعيد، والله وحشني. انت ايه لسه شغال برضه في نظام المجاميع؟ مش ترحم نفسك شوية يا راجل؟ مش لما ترحم نفسك انت الاول؟ وبعدين يا اخويا انت زودت الفيزيتا بتاعتك، اهو انت كده هتشجعني ازود سعر انا كمان. وبعدين يا اخويا كل حاجة بتغلى، اشمعنى احنا؟ على رأيك، بس والله مجيتك دي عندي بالدنيا كلها، فيك الخير انك بتسأل عليا. والله مش عارف اذا كان فيا الخير بصحيح ولا لا. لا انا مش متعود عليك تتكلم بالطريقة دي، مالك؟ في ايه؟ مش عارف احط دماغي على المخدة واروح في النوم بصحيح. من يوم ما اتخليت عن عبلة وخرجتها من بيت ابوها، والله طول عمري بحبها واحترمها واكن لها كل احترام، لكن اللي حصل ده لخبطني، هزني، خلاني قفلت بابي في وشها، ومن يومها مش قادر اسامح نفسي. معلش، ما هو مش انت لوحدك اللي اتلخبطت واتهزيت يا سعيد. انا عارف ومقدر كويس ان انت اكتر واحد متفهم لموقفي. طبعا، ما هي في الاول وفي الاخر اخت مراتي، واللي يطولها ويطولك يطولني انا كمان. عشان كده انا جيت لك النهارده. مش آن الاوان بقى تلم الشمل وترجع مراتك وتحاجة عليها وعلى ولادك؟ حاولت كتير بس مفيش فايدة، انت عارف عبلة وعندها. حاول تاني، يمكن ده يعوضها اللي عملناه فيها، وبرضه لما ترجعها ده هيعزز موقفها في القضية ويقويه. مش عارف اقول لك ايه،
بس انا حقيقي ما عدتش عارف ارضيها ازاي. طب اسمع، ما تكلم عمها الحاج صالح، اهو برضه في مقام ابوها وبتعمل له 1000 حساب وحساب. يا خبر ابيض، احنا الكلام خدنا، ده انا عندي مجموعه عاوز الحق اضربها بسرعه. اقوم انا بقى، واسف للازعاج. يا راجل اقعد اشرب حاجه. هشرب في المجموعه برضه. سلام عليكم. السلام مع عليكم. السلامه، شرفت يا سعيد. متشكرين قوي يا ست. العفو يا استاذ سعيد. سلمي على بابا وقولي له الاستاذ سعيد مستني تليفون منك. يلا باي باي يا اولاد، سلام عليكم. أنا شايفة يا حسين إنك سبت كل قضايا المكتب وما بقاش وراك غير قضية الدكتورة عبلة. وانت من امتى بتتدخلي في شغلي؟ لما يبقى شغلك ده بيأثر على حياتنا. وهيأثر على حياتنا ازاي بقى؟ ما أنت ناسي روحك ورايح جاي مع الست الدكتورة، فلازم طبعا أتدخل وأحافظ عليك. خدي بالك انت كده مش بتحافظي عليا، انت كده بتضيعيني. احسبها زي ما تحسبها، بس أنا مش هسكت. اسمعي يا بنت الناس، إذا ما عقلتيش وحطيتي عقلك في راسك أنا هنسى العشرة اللي بينا. عبلة دي بنت عمي وفي محنة، يعني احنا اللي لازم نقف جنبها أكتر من أي حد. وعشان كده اوعي تغلطي معاها ولو بنص كلمة، لأنك مش هتضمني رد فعل الحاج معاكي ولا رد فعلي. أنت فاهمة؟ بقى كده هو ده اللي عندي. اطلعي فوق. اهلا يا مان. ازيك يا حسين؟ الحمد لله بخير. عمي اخباره ايه؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. امال فين عبله؟ عبلة فوق. ممكن اطلع لها؟ اه طبعا، البيت بيتك، اتفضلي. عامله ايه لوحدك في البلوه دي يعني؟ الحمد لله أنا كويسة. أنا مش لوحدي، أنا ربنا معايا. عمي صالح واقف جنبي وحسين وابني أحمد. ربنا واقف جنبي ناس كتير في المحنة اللي أنا فيها. الحمد لله. انا عارفه انك زعلانه مني. انت سبتي بيت ابونا عشان ما تخربيش عليا. اللي جرالي أكبر بكتير من زعلي منك. انت واخده على خاطرك. سيبك من الزعيق والعصبيه اللي بطلعهم على سعيد، بس في الاول والاخر هو الراجل. انا بالنسبه له ست اللي عندها ولد ولا بنت يقفوا له، لو حب يستغنى عنها. عبلة انا ماليش غيره. انتي اللي بتقولي كده؟ هي دي الحقيقه يا عبلة. لما الراجل بيقسى على الست ايه اللي بيرجعه؟ كلمه يقولها لواحد صاحبه، يا اخي عيب دي ام العيال. انا مش ام العيال. مش هقولك ان انا بحبه وبموت فيه وبعشقه، بس العشره عودتني عليه. العشره اقوى من الحب. هو طيب بس الجيران واكلين وشه. هتقولي لي طز فيهم، هقول لك لا، جايز بالنسبه لك انت مشغوله بين محاضراتك ومؤتمراتك